دكتور، هل لازم يبقى في جرح في أسفل الرقبة علشان نعمل استئصال لأورام الغدة الدرقية ولا لأ؟ في الحقيقة كتير من المرضى بيأجلوا قرار العملية عشان بيبقوا خايفين من الجرح اللي بيبقى موجود في أسفل الرقبة واللي بيحصل في الجراحة التقليدية. النهاردة الحمد لله احنا قادرين ان احنا نعمل استئصال كامل وجذري لأورام الغدة الدرقية باستعمال المنظار الجراحي عن طريق الفم من خلال فتحات دقيقة جدا داخل الفم وبدون أي جروح خارجية في الرقبة. عن طريق المنظار نقدر نشيل الورم بشكل كامل حتى لو كان غير حميد؟ في الحقيقة من الإشاعات اللي موجودة إنه ما نقدرش نعمل ده بالمنظار، ولكن في الحقيقة احنا بنقدر نعمل ده بالمنظار ونقدر نستأصل الأورام الغير حميدة، ونقدر كمان نستأصل الغدد الليمفاوية الثانوية نتيجة الأورام الغير حميدة بشكل جذري وكامل باستعمال المنظار الجراحي عن طريق الفم. طب بالنسبة يا دكتور لفترة التعافي؟ فترة التعافي بتكون أقل لأن البين ما بعد العملية والألم اللي المريض بيحس بيه بعد العملية بيبقى أقل، وبالتالي ده بيسرع علينا التعافي بعد العملية. دكتور، بالنسبة للأمان بتاع المنظار الجراحي لعمليات الغدة الدرقية؟ المنظار بيخلينا نشوف كل الاستراكشرز وكل الحاجات الموجودة في الغدة الدرقية وما حولها بصورة مكبرة جدا وبشكل دقيق جدا، بالتالي بنقدر نتجنب إصابة سواء الأوعية الدموية أو الأعصاب المسؤولة عن حركة الأحبال الصوتية أو استئصال الغدد الجردرقية بشكل عن طريق الخطأ، وبالتالي بيدينا معدل أمان عالي جدا بفضل الله يعني. عاوزين نصايح للمرضى اللي عندهم تضخم في الغدة الدرقية. ننصح أي شخص بيعاني من تضخم في الغدة الدرقية سواء اكتشفه عن طريق الصدفة أو هو أخذ باله منه وهو بيشوف نفسه في المراية، إن هو يبدأ يعمل الفحوصات المطلوبة سواء السونار على الرقبة والغدة الدرقية ووظائف الغدة، وبالتالي نقدر إن شاء الله إن احنا نشخصه ويتوجه طبعا لاستشاري جراحة عشان يقدر إن هو يتشخص، وبالتالي لو في أورام موجودة في الغدة يتم علاجها بشكل سريع بإذن الله.